في كورة مصر في أماكن مهما عدى عليها الزمن بتفضل غامضة، مليانة خوف وحكايات مرعبة. والنهاردة معانا 4 حكاوي من كرة الظلام، قصص حقيقية الأهالي هم اللي عاشوها بنفسهم، واللي يسمعها لازم يسأل نفسه هل ده مجرد خيال ولا لعنات حقيقية؟ الحكاية الأولى كانت لعنة المقبرة المنسية. ليه؟ كانت في قرية أبو الغيط، والقرية دي كانت في القليوبية سنة 1923 في قلب الأراضي الزراعية. كانت في مقبرة قديمة مهجورة سنة 1923. الفلاحين قرروا يوسعوا أرضهم، بيوسعوا الأرض يعني، لكن من يوم ما قرروا إن هم يقربوا من المقبرة دي المصايب وقعت عليهم واحدة واحدة. كان في واحد فيهم مات غرقان في البير من غير سبب، والتاني ولع فجأة وكان نايم، والتالت اختفى ومحدش لقاه. الشيوخ قالوا ان المقبره دي مدفون فيها جثث بس مش عاوزه مقتوله، واللي يلمس ترابها بينالوا غضبها. الاهالي عملوا جلسه تحضير ارواح، ووقتها سمعوا صوت غريب يعني بيرج المكان: سيبوا ترابي والا هتدفعوا الثمن. ومن اليوم ده محدش بيقرب للمكان ده بعد المغرب. الحكايه الثانيه بيت الرحايا المسكون. قريه الكوم الاخضر في سوهاج سنه 1987. بيت قديم جنب طاحونة رحايا، معروف عند أهل القرية إنه مسكون. سنة 1987 واحد غريب اشترى البيت رغم تحذيرات الناس ليه. أول ليلة ليه هناك خرج الصبح بيجري ووشه أصفر من الرعب. حكى إنه سمع، يعني هو بيحكي إنه سمع صوت الرحايا بتلف لوحدها نص الليل، وشاف ست عجوزة كانت قاعدة في الضلمة بتضحك بصوت مخيف، وكانت بتهمس بكلام مش مفهوم. البيت من وقتها فاضي ومهجور، لكن اي حد بيعدي بعد العشاء بيحلف انه بيسمع صوت الرحايا بتتحرك لوحدها. اما بقى الحكايه الثالثه كانت صرخه العروسه المقتوله. قريه بني حسن في المنيا سنه 1955. في ليله كانت المفروض تبقى من اجمل يوم في حياه اي عروسه اتحولت لكابوس. البنت وداد لابسه فستان الفرح عادي، لكن تاني يوم الصبح لقوها مقتوله في اوضتها والباب مقفول من جوه. الغريب ان اي عروسه بعدها بتلبس فستان ابيض كانت بتحلم بوداد وهي بتصرخ: خدوا حقي. البيت بقى مهجور، لكن في كل ذكرى للجريمه الاهالي بيسمعوا صوت صرخه بتشق الليل، صرخه وداد. الحكايه الرابعه دي بقى الزاويه المسكونه. قريه 100 رهينه. القريه دي في الجيزه سنه 1972. زاويه صغيره للصلاه، لكن محدش بيقرب منها بعد العشاء. كانوا بيسمعوا صوت قرآن غريب وبيشوفوا نور بيولع وبيطفي جوه رغم ان المكان مقفول. شيخ جديد دخل يصلي هناك، لكن خرج وهو بيجري وهو بيهتف في حد جوه شفته بعيني. ولما الاهالي قرروا يهدموا الزاويه ويبنوا من جديد، يعني بيبنوا زاويه تانية من جديد، اكتشفوا جثه محنطه مدفونه